ما تتعودش ان الركنه تبقى سرير وصحاره بس، احنا جبنا لكم الركنه البازل، هي عباره عن ركنه 3 متر في 3 متر او ممكن تبقى 3 متر في 2 متر ومعاها كمان فوتيه. ليه الركنه دي اتسمت معانا بازل؟ عشان هي بتعوض معايا فكره السرير والصحاره، جزء 2 3 4 وممكن تكمل ل5 تقريبا، العمق بتاعها متر، فبتعوض قيمه السرير ان هي ممكن تبقى ركنه وممكن تبقى معايا انتريه. يعني ممكن اخد الجزئيه دي مع الجزئيه دي حط في غرفه، وممكن اخد الجزئيه دي مع الجزئيه دي حط في الغرفه ومعايا الفوتيه، تتشكل معايا في اي وضع. طب انا عندي المدخل الدراع من ناحيه اليمين، الدراع من ناحيه الشمال، هي كده كده هتحقق اي وضعيه انا ممكن احطها. ممكن استخدمها في فكره السرير، يعني العمق معايا تقريبا يكفي فرد مرتاح جدا سواء كان في الجزئيه ديت او في الجزئيه ديت، او ممكن ان انا استخدمها سرير بشكل تاني. نحرك الجزئيه ديت استخدام السرير معايا كده. لما تحركنا الوحده الاضافيه خليناها سرير مربع، طبعا حققت لي المساحه العريضه ان ينام في عليها فرد او فردين او 3. ففكره السوفت بتاعها غير ان القماشه بتاعتها كمان بتحقق لنا احساس بالراحه كتير. قماشه كتان ناعمه مش خشنه، وفي منها درجات الوان مختلفه. لو انا عايز اعملها بدرجات البيجات الفاتحه، عايز اعملها بدرجات الجريهات، عايز اعملها بدرجات التركوازات بالزيتي. اخشاب الركنه زي ما احنا متعودين عليها خشب بالزين الاحمر الطبيعي، لاي عميل محتار ما بين انه يحط ركنه او يحط انتريه في الريسبشن، فدي ممكن تحقق معايا الغرضين. غير كده في عملاء كتير بتفضل معانا فكره التجديد، ان انا ما افضلش في نفس الوضع وافضل احطها في نفس الاوضه بنفس الشكل. فقول لي بقى في الكومنتات انت لسه عند رايك ان الركنه السرير وصحاره افضل ولا الركنه البازل معانا افضل؟